السلام عليكم. عشان ناس كتير بتخاف وتتخض لما بتلاقي مراوح العربية بتشتغل بعد ما يبطلها ويركنها ويقفل الابواب، فجأة يلاقي مراوح العربية اشتغلت. في ناس بتفتكر ساعات ان الموتور لسه داير، وفي ناس بتفتكر ان ده عطل او مشكلة في العربية. الموضوع ده عادي جدا، ممكن يكون لسه جايب العربية ما يعرفش نظامها ايه، او لسه شاريها جديدة ما يعرفش خباياها. فللجميع كل الاحترام والتقدير، والفيديو ده عشانكم. المهم، ايه السبب اللي بيخلي المروحة تشتغل بعد ما تبطل العربية؟ المسؤول عن تشغيل وايقاف مراوح العربية هو ترموستات بيكون موجود في دورة المية، وعادة وبنسبة كبيرة بيكون موجود في الرادياتير. ايا كان نوع العربية بقى بيختلف التصميم من هنا لهنا، بس معظم العربيات بتلاقيه في الرادياتير. فكرة الترموستات ده بيكون زي فكرة ترموستات سخان البيت بالظبط، سخان المية بتاع البيت. لما الحرارة بتوصل للدرجة المظبوطة اللي ظابطها مصنع الترموستات بتاع سخان البيت، بيفصل تيار، عشان كده المية وصلت لدرجة الحرارة المطلوبة. ولما بتستخدم المية السخنة بيشتغل تاني. نفس الفكرة مع اختلاف الغرض. هنا بقى ترموستات الرادياتير أو ترموستات المراوح، أو في ناس بتسميه حساس المروحة، بتكون وظيفته إن هو يحس بحرارة المية. زادت درجة حرارة المية يقفل دايرة مراوح، تشتغل المراوح تبرد المية في الرادياتير. درجة حرارة المية وصلت للدرجة المظبوطة، يفتح دايرة تطفي المراوح. الترموستات دي ظابطها مصنع العربية على درجة حرارة معينة. تمام؟ قول تمام. العربية وهي ماشية بتقابل هواء بيبرد أو بيساعد في تبريد الرادياتير. تمام؟ قول تمام. العربية بقى لما بتقف، الهواء اللي بيجري وبيقابل العربية وهي ماشية هو كمان بيقف، وهنا درجة الحرارة هتنزل أبطأ. فقد الحرارة من المية هيبقى أقل، لأن الهواء كان بيساعد، دلوقتي مفيش هواء. وهنا بقى يجي دور الترموستات، وانت مبطل عشان الترموستات يوصل درجة حرارة المية للدرجة اللي ظابطها عليها المصنع. بيقفل دايرة المروحة ويشغلها لغاية ما المية تهدى والموتور يهدى وانت مبطل. طب ليه؟ ايه السبب؟ عشان لو العربية وقفت على درجة الحرارة ديت ومفيش هواء بيقابلها، ممكن يحصل فوران او غليان في دورة المية، وفوران في قربة المية، وده طبعا مصنع السيارة مش عايزه يحصل، فبيصمم الموضوع ده عشان كده. فبتلاقيها بتشتغل بعد ما تقفل العربية وتقفل الباب تمام، تشتغل كام ثانية وبعدين تبطل، عشان توصل درجة حرارة المية وبالتالي درجة حرارة الموتور لدرجة مظبوطة ما يحصلش منها مشاكل. وفي النهاية بتمنى أكون أفدتك بمعلومة ولو بسيطة، وربنا يستر طريقنا جميعا، وبالتوفيق للجميع. أحمد شاهين.